أخطر برنامج ممكن تتعرف عليه البشرية لحد الآن، برنامج راح يتيح إلي وإلك الدخول لعالم ثاني بالإنترنت. ما ممكن كنا نقدر ندخله بدون ما نتعلم أشياء كثيرة بالبرمجة، ودخولك إله بدون سابق معرفة ممكن يؤدي إلى تجنيدك. عالم راح يسوي منك غنيمة، أنت الضحية بداخلها، جهلك بيه يؤدي إلى موتك. هاي جايز، شلونكم؟ فيديو اليوم عن اخطر برنامج ممكن يمر على البشريه هذا القرن، وورم جي بي تي، اخو تشات جي بي تي، لكن النوع الشيطاني اللي اذا انتاح للعاميه مثل ما مؤسس البرنامج حكى راح تزيد مشاكل الانترنت بنسبه 90%. قبل ما ندخل بالموضوع واشرح لكم ليش هذا البرنامج راح يكون اخطر برنامج على البشريه، خلينا نتفق على نقطه انه احنا عندنا 3 انواع للانترنت: سيرفيس ويب، دارك ويب، والديب ويب. وعلى مود نفهم اكثر راح نسوي مثال بسيط. حاليا انت تشوفني على الدارك ويب، كيف هذا الشيء؟ انت ممكن تشوف الفيديو هذا على السيرفيس ويب عادي جدا، بس على مود نسوي كومنت ولايك وشير لازم ندخل على الدارك ويب. باختصار اي شيء يحتاج يوزر نيم وباسورد مثل يوتيوب، انستغرام، لا تنسى تتابعني هنا، او تيك توك. اما الديب ويب شيء ثاني مختلف، محتاج برامج وويب سايتات معينه على كم كود عشان التشفير، هذا غير الفي بي ان، وبعدها تدخل على الديب ويب. مع العلم في دول كثير مانع الدخول لهاي البرامج، ومجرد دخولك الها تعتبر جريمه. فهون يجي شغل الورم جي بي تي، راح نفهم كيف يشتغل، كيف ممكن تستعمله، وين موجود، وليش هو برنامج خطير. مثل ما نعرف انه تشات جي بي تي ممكن تدخل عليه وتعطيه امر بانه يسوي لك محادثه ويعطيك كم نصيحه، غير انه ممكن يشتغل عنك كم شغله، وكل هذا باطار القانون وشويه انترنت، لانه يستخدم نظام API Application Programming Interface. بس بالنسبه لورم جي بي تي راح يعطيك نفس المضمون لكن بطريقه مختلفه وغير قانونيه. ممكن يسوي لك رساله بريد الكتروني احتياليه وبنفس الوقت تكون جدا واقعيه، لانه يستخدم نظام الجي بي تي جي Generative Pre-trained Transform Jumbo. راح يدعم لك رسائل ايميلز بمواقع وصفحات PDF وارقام تليفونات حقيقيه، لانه نظام الجي بي تي جي ممكن تستعمله بدون انترنت وما عليه رقابه. لهذا السبب احنا نشوف الهاكر عنده اجهزه كثيره ومساحات تخزين جدا كبيره فوق ما تتصور، لانه نظام الجي بي تي جي يخزن اي معلومه كانت بالانترنت سواء كانت كبيره او صغيره. مؤسس وورم جي بي تي مصرح بانه النظام يشمل كل البيانات الموجوده بالعالم، من مقالات، كتب، مجلات، مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، سجلات المحادثات، والمنتديات اللي على الانترنت. أكثر شيء مركز عليه معلومات الفيروس، تحليلات البرامج الضارة، بيانات من تجارب الهجمات السيبرانية والحوادث الأمنية اللي صارت على مر الزمان، تاريخ الثغرات الأمنية والتحديثات اللي الشركات أصدرتها من صلحت الثغرات، وبرامج التجسس وغيرها من أنواع البرمجيات الخبيثة. كل هذا قطرة بحر، لأنه النظام يعلم نفسه بنفسه. حاليا ممكن تستخدم البرنامج بطريقتين، بس بعد ما تدفع $700 سنويا. مقارنة بباقي البرامج هذا أغلى برنامج AI ممكن يمر عليك. الأول بأنه يكون عندك ديسكورد وتحمل البرنامج عليه، بس بهاي الطريقة لازم تكون مفعل الانترنت على مود تستخدمه. الطريقة الثانية تحمل بايثون وتنزل الجي بي تي جي وتنزل وورم جي بي تي، وبهاي الطريقة ممكن تستخدم وورم جي بي تي بدون انترنت. انت اذا شخص تشتغل سايبر سيكيورتي ممكن تستخدم البرنامج على مود تكتشف وتوقف الهجمات السيبرانية وتحل المنظومات المعقدة، غير انك ممكن ترفع من امن الشركة. بس بنفس الوقت الهاكر ممكن يعطيك هجمات سيبرانية اكثر تعقيدا، يعبر بها شفرات الامان الخاصة بيك ويكتشف نقاط الضعف بسبب استخدامه لنفس البرنامج اللي انت تستخدمه. AI سيستم مثل تشات جي بي تي او جوجل بارد يستعملون ميثود اسمها الديب ليرنينج، على مود يسوي لك مهام يصعب على البرامج العادية انه تسوي مثلها، مثل شات بوتس، ستوريز، الكود. بس بنفس الوقت ممكن تسوي فيك نيوز، false information، fake identity، أو تسوي سكام ايميلز. ومع انه تشات جي بي تي وجوجل بارد قادرين يسوون فيك نيوز وفيشنج ايميلز، بس بيهم نظام حماية ما يسمح لأي شخص انه يتعدى. بس بنفس الوقت اذا شخص عنده خبرة كافية ممكن يلعب بالنظام ويخترقه، وانت اذا عندك هاي الخبرة ما راح تحتاج البرنامج بأي شيء، عدا انه يكون هو الاسيست اللي يشتغل عنك وقت اللي تكون انت ما تشتغل. بس لنفترض شخص ما عنده هاي الخبرة وبنفس الوقت شرير، ويجي لك برنامج بكل الصفات اللي ذكرناها وما عليه رقابة، وممكن يسوي لك اللي انت تريده، وهو اصلا متأسس للغرض هذا، فشنو متخيل انه ممكن يعمل بيه؟ فهنا يجيك الورم جي بي تي اللي تأسس سنة 2021 على ايد جماعة اسمها لوثر AI. عكس تشات جي بي تي، وورم جي بي تي ما عنده حدود، اكثر من 6 مليار بارامترز متنوعة، يسوي لك اي شيء منيح او عاطل، وما بي اي بوليسي، بس اشتري واشتغل اللي انت تريده. سلاش نكست شركه متخصصه بحمايه الايميلات هي اللي اكتشفت الموضوع هذا، بوحده من الصفحات المشهوره. اوبس، ايش هذا؟
سد اوكي وين كنا احنا؟ هي اللي اكتشفت الموضوع هذا بوحده من الصفحات المشهوره للهاكرز. الشخص اللي انشا ورم جي بي تي كان دا يبيعها بالبيج وكاتب بانه البرنامج راح يتخطى شات جي بي تي من كل النواحي، وغير هيك ناشر صور يوضح بيها كيف ورم جي بي تي ينشئ ايميلات وهميه وصفحات تقنع الشخص المستلم بانه هذا الايميل 100% صحيح ومو سكام. واحده من اخطر المهام اللي ممكن يسويها البي اي سي، بزنس ايميل كومبرومايز. البي اي سي اتاك ممكن تخسر الاشخاص العاديين او اصحاب الشركات مبالغ هائله جدا، وحسب تصريحات الاف بي اي سنه 2020 لوحدها وصلت الخسائر الاكثر من 1.8 مليار دولار، لدرجه من اختبروا البرنامج بايميلات اعاده تعيين كلمه المرور وايميلات الدونيشن ريكوست والجوب اوفرز على متطوعين، يعني يعرفون ومتوقعين انه راح تجيهم ايميلات وهميه من واحد اللي هو very fake لخمسه اللي هي very real. البرنامج جاب 4.2. فاحكوا لي شو رايكم بالتعليقات واقترحوا لي الموضوع الجديد اللي حابين نحكي عنه بالفيديو الجاي، ولا تنسى اللايك والسبسكرايب.